مطر بيمطر والجو ساقع وكسلانين وجعانين، اعملوا الأكلة دي هتتفاجئوا بجد بالنتيجة. 3 حبات بيض، كوباية من الحليب، عليهم رشة من الملح، رشة من الفلفل، ورشة كده من توابل الفراخ، وبصل بودر، وتوم بودر. هنقلبهم كده شوية. بعد كده هنزل عليهم بنص كوباية من الزيت وهكمل تقليب. بعد كده هكون مجهزة بقى فلفل الوان من كل حاجة، نص فلفلاية، احمر اخضر اصفر، وكمان طماطمايه كبيرة مقطعاها قطع صغيرة. انزل عليهم بقطع من الهوت دوج، او مثلا تقدري تحطي لانشون اللي يعجبك. نزلت بقى بكوباية وربع من الدقيق، وعليهم كيس بحاله من البيكنج باودر، وشوية من الجبنة الموتزاريلا. هقلبهم كده مع بعض لغاية ما القوام يتجانس وكله يتمكس مع بعض. بعد ما قلبتهم هنزل على الوش كده بجبنة موتزاريلا شوية كده حلوين. ويلا بينا بقى، بكون مسخنة الفرن قبلها بربع ساعة، تكون سخنة، الرف اللي في النص درجة حرارة 180. تطلع معايا احلى عجة، احلى بيتزا. بصي بقى زي ما تسميها، عايزة تضيفي حاجات تاني ضيفي، لو عندك زيتون مخلي ممكن تحطي لها عشان تبقى بيتزا يعني، بس انا ما عنديش زيتون فاستكفيت بالمكونات دي. هقطعها بقى قطع كده وياكلوها بقى بألف هنا. عجة، بيتزا، المهم ان هي اكلة سريعة مش هتاخد 5 دقايق، وفي ثواني هتتعمل، وشتوية كده وهي سخنة كده وجميلة، وبجد تجنن تجنن يا جماعة. بصوا شكلها، طعمها بقى ما يتحكيش عليه، وهشة من جوه هفتحها لكم دلوقتي. هشة كده وفي نفس الوقت جوسي، يعني هشة ونفشة وجوسي. طعمها يجنن يجنن وسريعة جدا. بصوا بقى اقطع لكم كده قطعة من جوه عشان تتأكدوا ان هي هشة. بصوا حلوة قوي، حلوة قوي قوي. بعملها على طول لما بكون مستعجلة. ما تنسوش تصلوا على الرسول عشان نكسب اجر سوا. جربوها وقولي رأيكم.